ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ بصوا ما شاء الله النهارده الشمس ايه، تحس ان الدنيا هتتفجر شعاع. الحمد لله قمنا بقى ننظم اهوت ونروق. بصوا من غير نور، بسم الله ما شاء الله. بصوا النور اهو، بصوا نور ربنا بقى ما شاء الله بجد. بصوا البلكونه مالك؟ تعال الناحيه دي. مش عايز تصوري؟ نوريهم بس، بسم الله ما شاء الله. كملي بقى انت. بس بجد والله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا من غير ما نقيد نور ولا اي حاجه. بصوا بقى لسه كنت لما الغسيل هطبق بقى هدوم ولادي، ودي حاليا طبقت بقى على قد معرفتها، وطلعنا بقى خلاص بقى الصيف بدأ والجو حر بقى والكلام ده. ف خلاص بقى هنعين دي طبعا سرير حنين، ربنا يوسع علينا يا رب وايه، ونخلي الأوضة لوحدها ان شاء الله. الدولاب ما شاء الله على بجد اوضه ولادي جميله قوي 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 بجد، خشب وكل حاجه. دي بقى مكان معاذ، دي سرير معاذ، كل واحد عامل لمساته بقى ان دوت يعني دي بتاعه كده، هنحط عرايس وحاجات وكده. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هما راحوا بقى يصلوا الجمعة، فطرنا وراحوا يصلوا الجمعة. نوريكم بقى نوريكم بقى الفرح الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. بصراحة يعني ايه الفرع النور ده ما شلتهوش علشان حاسة ان هو يعني اجواء حلوة كده غير رمضان والكلام ده. بس ما شاء الله الدنيا منظمة، لان احنا انا وبنتي على طول ايدينا يعني في الشقة، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هي زي ما قلت لكم كل يوم لازم بنمسك الاوض كده نكنسها ونمسح البلكونات عشان ما فيش تراب يخش لنا، وبنلم بقى الستاير. طبعا الستاير بتبقى مقفله بنقفلها، لكن بنلمها بقى عشان الشقه كلها تتهوى كده، وزي ما قلت لكم قبل كده يعني. هو ده برضو اوضه الركنه ما شاء الله. ايه دي الاسدالات عشان كنا بنصلي، اسدال بنتي والاسدال بتاعي. وطبعا هحط ان شاء الله المفارش علشان المفارش بتاعه الركنه بتاع برضو مرق الزرع، لما برضو استرت الركنه كده. بصوا ما شاء الله عشان اللهم بارك بجد والله جميله. الزرع بتاع الاولاد بتاع ولادي طبعا انتوا عارفين بقى العجل، وبنشر العيش هنا ما شاء الله. لسه بيصلوا بقى الجمعة، وزي ما قلت لكم بصوا القماش ده يشيلك بقى التراب واي حاجه. بصوا ما بيخليش حاجه تخش جوه خالص. بصوا احنا لسه ما نفضناش الاوضه دي، بسم الله ما شاء الله. بصوا اصلا البلاط والله ولا عليه حتى شويه تراب ما شاء الله بجد. ودي بقى الشنط والحاجات بتاعت ولاد، عشان انتوا عارفين خلاص المدرسه، خلاص المدارس قربت تخلص. ودوت اصلا الشنط بتاعت المذاكره بتاعتهم عشان الامتحانات بتاعتهم ان شاء الله تبدا يوم الاحد الجاي. بصوا كده خلاص هشيل اصلا الغلاف بتاع المروحه واطلع المروحه الستاند عشان خلاص بقى الجو بقى حر. بصوا بلم الستاير كده وبفتح الشبابيك كلها فتره اول ما بنصحى من النوم على طول مباشره قبل حتى ما نعمل الفطار. بصوا هما جايين اهوت من الصلاه، ولادي جايين عمالين يدبدبوا. بصوا بلم كل ستاير الشقه دي بتاعت الركنه لستاير الصاله. مين؟ بصوا ما شاء الله حنونه البنونه. العيال طبعا جم من الجامع ففتحت لهم ودخلوا، بيجوا بقى يقعدوا كده يسقفوا ويعملوا ما شاء الله، بيعملوا اجواء حلوه. دي الفرشه بتاعت البلكونه بنفرشها بالطول كده
نذاكر عليها بقى لان النور بدأ يقطع بقى والكلام ده. بنقعد فيها في البلكونه، ما شاء الله البلكونه بتاعتي كبيره ان شاء الله. هجيب لها كراسي، جبنا ستاير ومعلقناش والله يا جماعه. هنجيب لها بقى كرسيين كده ولا 4 كراسي عشان العيال تقعد فيهم وترابيزه. يلا حنين. لهم ازيكم؟ ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. اول جمعه بقى، اول جمعه ولا دي تاني؟ اول جمعه علينا نفطر يعني بساعه رمضان. ورجعت ريما لعادتها القديمه للمسيح بقى والايام العاديه تاني، ونصحى من بدري. بقالنا كتير ما فطرناش بدري كده يا حنين، صح؟ يلا اكتبوا لي بقى في التعليقات مين اللي قام بقى اول جمعه اللي كان صايمين معانا الستة البيض، واول جمعه نفطر فيها يا جماعه. والله اول فطار لينا النهارده. يا حبيبي خد كده بعد ما مسحنا بقى اهو. سلام على البلكونه يا ولاد. ايه رايك النهارده في الجو يا معلم معاذ؟ الجو لا بجد حلو قوي النهارده. لسه هما طالعين من صلاه الجمعه ما شاء الله. برضو الاجواء جميله برضو، يوم الجمعه حلو. حطينا بقى الفرشه تهفهف كده. سبحان كده بتعمل الناحيه التانية وبتساعدني كتير وانا بعمل حمام والمطبخ. ما تشيليش بقى تحت الزرع لان انا ماسحه تحته امبارح. جميل قوي. دي شبت وبقدونس اللي هي السمرة دي، شبت وبقدونس صح؟ والعلبة البيضة اللي جنبها شبت وبقدونس، والبيضة اللي هناك دي. لكن دولت قمح. ايه؟ قمح صح؟ أول فنجان قهوة بعد الصيام. أول فنجان قهوة ها؟ كل يوم يفطر، كل يوم يفطر ويغيظنا. ويشرب قهوة وشاي. النهارده فطرنا معاه وشربنا شاي وقهوة. عارف انت عامل فنجان واحد ولا 2؟ 2؟ الفنجان التاني مع الحاج محمد. احنا بنشرب بقى أول فنجان قهوة مع الحاج محمد يوم الجمعة. يا سلام. بصوا بقى، بصوا الوش الجميل ده. اوعى يفور بقى، اوعى يفور. دي ريحتها رهيبة. استنى نقرب لكم الكاميرا. واو. تحط حبة من الوش من هنا وهنا، قسم بالعدل. ايوه كده، بالعدل يا ابني. يا سلام، هي الفقرة دي بنحبها كلنا، فقرة القهوة. شكرا 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 يا حاج محمد. نقعد بقى نشرب. بصوا الكنكة لسه بتطلع دخانة ازاي. والله ريحتها حلوة. يلا بس يا بنات، نشيل بقى العدة بتاعت القهوة دي. بصوا الفنجان القهوة ده تحفة والله العظيم يا بنات، تحفة 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 تحفة. راح فين بقى انت راخ؟ بصوا لسه انا مخلصة تنظيف الحمام. شوفهم لي فين العيال دي يا معاذ. بصوا بقى، دي الحاجات المنظمات اللي انا حاطه فيها الكحك والبسكوت والحاجات ديت. ماشي. دي الغطا بتاع السله هركبه دلوقتي. وطبعا الحله اللي انا كنت دعكاها بتاعت الاكل بتاعت امبارح بتاعت الفطار. وديت المواعين بتاعت دي بتاعت الفطار بتاع الصبح يعني. كوبايات الشاي بقى وكده. احط بقى الحاجات ديت وامسكهم اشطفهم برضو الاخرين. بصوا كل حاجه نظيفه بسم الله ما شاء الله. البوتاجاز نظيف، وطبعا المطبخ نظيف. بصوا يا جماعه، الحاجات الحلل والحاجات دي لما بدعكها بكفيها كده، والحاجات اللي هي البايركس والحاجات دي كلها بكفيها، ولما بتصفى بدخلهم في المطبخ من جوه عشان مش عايزه حاجه تبوظ خالص من الخشب بتاعي. فاهمين؟
ودوت البتاع اللي كان في الحمام اللي قلت لكم عليه، حطيته هنا بقى احط فيه عليه الميزان والازايز والحاجات اللي انا يعني استخدامها اول باول كده، والاطباق الازاز بقى والحاجات دي، والكنك بتاع القهوه والشاي واليانسون والشاي والسكر والحاجات دي. ماشي كده بقى، خلاص خلصت اهوت. فنجان القهوه، يا سلام على فنجان القهوه يا بنات. بصوا ايه رايكم بقى في الزرع اللي انا حطيته ده؟ دي الشجره دي كنت حطاها ورا الستاره في الصاله، شلتها حطيتها قصاد التانية كده عشان يدوا شكل حلو. ايه رايكم؟ على فكره الاسكار دي جميله قوي، كنت كل ما اجي اطبخ طول ما انا واقفه والله كنت قاعده اقرا فيها، بجد حلوه قوي قوي قوي. تعالوا بقى اما اوريكم حاجه حلوه كده تفرحوا، نفكركم برمضان. معلش بقى على صوت ازعاج الشفاط. ايه رايكم؟ طبعا برضو ما شلتش دي اجواء حلوه دي برضو. تعالوا بقى اما ايه نطفي النور. بصوا خلاص، اللي هي بتاعت الكحك والبسكوت وبتاعت الشوكولاته والحاجات دي خلاص هشيلها، والاطباق بتاعت التقديم دي والطبق الفلونكه اللي تحت اللي هو الكيتشن دي، كل الحاجات دي بقى هشيلها خلاص. هدخلها تاني في مكانها عشان خلاص بقى كل الحاجات دي كنت بقدمها في العيد وكده. ايه رايكم بقى؟ كل بقى الحاجات دي يعني هلملمها وكده، وانتوا عارفين الاطباق والحاجات دي. فكره البتاع اللي هو المنظم ده تحفه قوي قوي، دول اتنين فوق بعض حطاهم. بستخدمهم حلوين قوي بجد، وشكلهم شيك وجميل، حاجه عمليه يعني. كل الحاجات دي هنشيلها كده. كنت مطلعه الكوبايات ديت علشان رمضان، وعشان الايام اللي احنا كنا صايمينها الستة البيض والحاجات دي. كل الحاجات دي بقى هشيلها، واللي هو الكواز والحاجات دي كنت بعمل فيها العصير، وفي جوه في المطبخ شلتها برضو. والعسل بقى اللي كانوا ولادي بيفطروا بيه والحاجات دي كلها. ودي طبعا الاطباق اللي كنت حاطه فيها بقى التسالي والحاجات دي اهوت. كل الحاجات دي هشيلها. ودي مليانه كحك وشوكولاته وحاجات، ودي كنت حاطه فيها لب وحاجات، بس والله نسيت اصور كل الحاجات ديت. والحمد لله برضو ان انا ما صورتهاش. انا يعني على قد ما بقدر مش هصور برضو الحاجات ديت، الحاجات اللي هي يعني ملفتة قوي للنظر دي، عشان حرام يا جماعة، عشان غزة لازم بصوا يعني يكون في قلوبنا رحمة شوية. والله انا شفت فيديو يعني راجل محترم كده كويس كان بيفرق عليهم العيدية. انا قعدت اعيط من شكل الاطفال في الشوارع، والله العظيم شكلهم بجد يزعل، وحاجة بجد محزنة قوي قوي بجد والله العظيم يا جماعة. يعني احنا في نعمة كبيرة قوي قوي، نعمة كبيرة والله العظيم. يلا بقى، يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم ويكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وحبيت بس ان انا اشارككم كده الفتره بتاعت الصبح كده مع بعض، واقول لكم بنعمل ايه وكده. وبعد كده بقى خلاص هنشوف هنعمل اكل ايه، ولا هنروح فين، ولا هنشوف هنعمل ايه وكده. وقولوا ايه رايكم بقى في البتوعتين الورد اللي انا عاملاهم دول. قلت يعني يدوا لي جو حلو كده، كانك قاعده في الجنينه كده. يلا الحمد لله، الحمد لله على كل حال.